قبل ما اقول لك على عضله معينه اتمرنها مره او مرتين او ثلاثه في الاسبوع، هنقسم الموضوع ده لجزئين. في عضلات كبرى وعضلات صغرى. عضلات الكبرى زي الصدر، عضله الرجلين، عضله الظهر، ممكن نقول معاها الكتف، يعني ممكن عضله صغيره الكتف بس عشان الكتف بيتكون من اكتر من عضله وفي مفصل مهم جدا فنعتبره عضله كبرى. العضله الصغرى زي الباي، التراي، عضله مثلا السمانه، الريست، دي عضلات صغرى. العضلات الكبرى بتاخد وقت استشفاء عضلي من يومين لثلاث ايام اللي احنا قلنا عليهم. العضلات الصغرى بتاخد استشفاء عضلي من يوم الى يومين على حسب مستواك وعلى حسب استمرارك في الجيم وعلى حسب الاكل بتاعك وعلى حسب طبيعة شغلك ويومك وعلى حاجات كتير. تمام. طيب اعرف منين ان عضلاتي خدت الاستشفاء الكامل؟ لو انا بتمرن بنش، اتمرنت مثلا بنش يوم السبت، هاجي الحد الاقي فيه شده جامده، هلاقي الاثنين هلاقي نفس الكلام، هاجي الثلاثه الاقي نفس الكلام. كده انا لسه ما تقدمتش قوي في المستوى، او لسه العضلات بتاعتي ما ابتدتش تستشفى بشكل كبير عشان انا مش بتمرن كتير او ليا فتره بعيد عن التمرين. تمام. اما بقى لو اتمرنت وحسيت بعد يومين خلاص مفيش شد مفيش حاجه الدنيا كويسه، ممكن اتمرنها تاني. ايه افضل التمارين او افضل اشكال التمارين اللي ممكن اتمرن بيها لو انا عايز امرن عضله مره او اتنين في الاسبوع؟ في البوش بول ليج، ده طبعا اشهر نظام تمريني، اني بتمرن عضلات البوش او العضلات المسؤوله عن الدفع اللي هي البنش والكتف والترايسبس، بتمرنهم في يوم. تاني يوم بتمرن عضلات البول اللي هي عضلات المسؤولة عن السحب اللي هو الظهر والكتف الخلفي والباي. اليوم التالت بتمرن فيه عضلات الرجل. لو انا عملت القصة دي 3 ايام في الاسبوع وريحت يوم و3 ايام كمان وريحت يوم، كده انا في الاسبوع مرنت العضلة مرتين. هلاقي نتيجة قوية؟ ممكن تلاقي نتيجة قوية، بس لازم تكون بتتمرن كويس وبتنام كويس وبتاكل كويس، عشان انت كده العضلة بتمرنها مرتين في الاسبوع، فالعضلة بتتمرن بتتحط تحت ضغط والالياف تبدأ تتقطع، وكمان بتعمل لها عمليه استشفاء عضلي مرتين في الاسبوع مش مره واحده. فلازم اخد بالي كويس من جوده النوم بتاعي، وكمان اخد بالي من الاكل بتاعي، اكون باكل واشرب كويس عشان تمرينتي ما تجيش على الفاضي. في ناس كتير يا جماعه صحتها بتيجي على الراحه اكتر، انا من الناس دي. يعني انا لو اتمرنت بشكل مستمر فتره كبيره ممكن الاقي عضلاتي مش بتبدا تكبر عشان خاطر انا بتمرن كتير، فالعضلات مش بتعمل ريكفري او استشفاء بشكل كبير. فانا هحاول بقدر الامكان اعرف طبيعه جسمي ايه. اول كام شهر لازم اجرب كل التمارين واجرب كل حاجه، اتمرن يوم اريح يوم، اتمرن يومين اريح يوم، اتمرن 3 ايام واريح يوم، اعرف جسمي بيجي على ايه، جسمي بيتمرن ازاي، جسمي ايه اللي نافع معاه، وعشان كده ابدا اكمل. تمام. كده انا خلصت حلقه النهارده. اتمنى الحلقه عجبتك وعملت لايك للفيديو وتعمل اشتراك حالا في القناه لو لسه مش مشترك، واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.